أنا السيد حمودة المغازي، الإعلامي حمودة المغازي، باحث أنساب السادة المغازية بنقابة الأشراف المصرية، وأحد مؤسسي نقابة الأشراف في العصر الحديث. وكان لي شرف التقائي بأخويا الباحث الكبير، وأنا ببارك له في غاية الفرح والسرور والله على إن أنا أشوفه يكرم في هذا اليوم، لأني يعني أنا لما قابلته من حوالي 17 سنة في بلاد البرولس، وأنا كان ليا رحلة كبيرة في بلاد البرولس الحقيقة. يعني طبعا قلت له يا أستاذ صابر، قلت له يا أستاذ هقول لحضرتك يا دكتور عفيفي، لأن أنت من الأشراف برضه، والدكتورة من الأشراف من عيلة نجم. ده يعني ضحك طبعا، عيلة نجم من الأشراف وعيلة عفيفي من الأشراف. وده مغازي ودي من نسل سيدي موسى أبو العمران، يعني من الفرع اللي موجود بقاياه ووجوده في البرولس أصلا. من حوالي 17 سنة وأكثر جالي أخويا الأستاذ صابر الشرنوبي، وأنا وقتها كنت في البرولس. يعني الحقيقة لقيت فيه روح الباحث الميداني الساعي للحق والخير والمولع بالبرولس، زي ما الدكتور عفيفي قال، فعلا عاشق من عشاق هذه الأرض الطيبة. وبالفعل يعني أنا من أبناء محافظة كفر الشيخ أيضا. الإقليم فعلا يحتاج لهذا الجهد الكبير، وتنمية محافظة كفر الشيخ زي ما الأستاذ المستشار محمد الأجرود وأنا بتشرف بيه اليوم برضو، يعني محتاج إلقاء النظرة على هذا الإقليم. وطبعا فكرة أن تاريخ مصر أصلا الحديث السياسي تحديدا اتحدد في هذا الإقليم، لأن سعد باشا زغلول من قرية إبيانة، وفؤاد باشا سراج الدين، وبالمناسبة أيضا سعد باشا زغلول من السادة الأشراف. و طبعا ده كان دكتور محمد كان مديرية الغربية المحمية. الوجه البحري كان بتقسم 4 مديريات في هذا العهد. فطبعا مديرية الغربية المحمية كانت بتبدأ من شبين الكوم لموجة المالح. طبعا لما جت تأسست الحركة السياسية الوفدية أيام سعد باشا زغلول، طبعا بعد كده هو ده من إبيانة، اللي بعده طبعا نحاس باشا أيضا من الغربية، اللي بعده برضه فؤاد باشا سراج الدين المغازي ده من الجرايدة اللي ذكرها الأستاذ صابر في الموسوعة بتاعته. الحقيقة تلاميذ سعد باشا والزخم السياسي للحركة الوفدية كلها طلعت من مديرية الغربية المحمية اللي هي كفر الشيخ فيما بعد منها، وطلخة والدقهلية كلها، ودمياط، والمناطق الساحل ده كله كان تبع مديرية الغربية المحمية. الحقيقة احنا النهاردة يعني سعداء جدا بهذا الإنجاز الكبير، والإنجاز ده أنا يعني حاطط نفسي فيه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لما بشوف أخويا صابر النهاردة بيكرم، فأنا جاي قصرا كده، يعني عرفت كده الميعاد، وطبعا حبيت إن أنا أكون موجود زمانة كده من غير تجهيزات، يعني جاي من السفر كاجوال كده زي ما بيقولوا يعني. لكن يعني كنت لازم أشارك في هذه السعادة اللي بتمثل لي نجاح لبلدي، نجاح لإقليمي، نجاح لمحافظة كفر الشيخ، بل نجاح لمصر كلها، لباحث مميز. كنت أنا متنبئ من فضل الله سبحانه وتعالى وبصيرة أهل الله من أول يوم ما دخل بيتي وكان فيه عيش وملح، وقعدت معاه قلت له يا أستاذ صابر، أنت إن شاء الله أنت مشروع باحث كبير جدا، وإن شاء الله في يوم من الأيام هيكون اسمك لامع جدا جدا، لأن أنت بتعطي بإخلاص، وده اللي نقدر نديهوله. وإن شاء الله ربنا إلى الأمام يوفقه ويسعده ويفرحه، وإحنا شاكرين فضلكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.